الهلال يعلن تطورات حالة سافيتش ونونيز والبوليهي وتمبكتي. الهلال يستعيد خدمات ثلاثي محترف الفريق أمام الغرافة القطري. طائرة الهلال تدشن اليوم الظهور الأول قبل مباراة نخبة آسيا. تفاصيل: أعذر من يهاجم الهلال، تعليق ناري من وليد الفراج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية، من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته وتحليلات لا تجدونها إلا هنا، فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. كشف نادي الهلال السعودي صباح اليوم الأحد عن آخر تطورات حالة الصربي سيرجي سافيتش والأوروغواياني داروين نونيز والسنغالي خالد كوليبالي والسعودي علي البوليهي رباعي فريق الأول لكرة القدم. الإنفلونزا تمنع البوليهي وكوليبالي من السفر لقطر. وأوضح نادي الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن الثنائي سافيتش ونونيز واصل برنامجيهما التأهيلي في عيادة مينا الطبية بمقر النادي وصالة الإعداد البدني صباح اليوم. وأشار إلى أن الإنفلونزا منعت الثنائي البوليهي وكوليبالي من المغادرة مع بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الغرافة القطري، والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ويحين موعد مباراة الهلال والغرافة، والتي ستقام على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة غدا الاثنين المقبل في تمام 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر، أي 8:15 مساء بتوقيت القاهرة، أي 10:15 مساء بتوقيت أبو ظبي. يستعيد الهلال خدمات 3 لاعبين محترفين في المباراة المقبلة أمام الغرافة القطري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ويحل الهلال ضيفا على الغرافة مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الغرب ببطولة نخبة آسيا. عودة ثلاثي محترف الهلال. ينضم 3 لاعبين لقائمة الهلال أمام الغرافة، وهم داروين نونيز بالإضافة إلى زميله بالفريق سيرجي سافيتش وجواو كانسيلو بعد تعافيهم الكامل من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية والتي أبعدتهم عن المشاركة مع الفريق. وغاب الثلاثي عن صفوف الهلال في المباراة الأخيرة أمام الشباب بدوري روشن للمحترفين، والتي حسمها الزعيم بهدف دون رد. تنطلق اليوم أولى رحلات طائرة نادي الهلال الخاصة في الظهور الرسمي الأول لها، حيث تتجه إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة نادي الغرافة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. ويستعد الهلال لمواجهة الغرافة غدا الاثنين في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث يسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته والمحافظة على صدارة المجموعة الغربية. ويعد هذا السفر أول مهمة رسمية لطائرة الهلال الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا لخدمة الفريق في مشاركاته الإقليمية والقارية، في خطوة تعكس تطور البنية الاحترافية داخل النادي. علق الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه الشخصي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي على فوز الهلال في دوري روشن على حساب الشباب. الفراج يعلق على فوز الهلال على الشباب، وكتب الفراج: كنت أنتقد استهداف الهلال من بعض المشجعين، لكن الآن أجد لهم العذر. الأزرق انطلق كأقوى مهدد لمن يريد صدارة الدوري. الآن الأمور مفهومة بالنسبة لي.